ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معلش انا اسف جدا ان انا اتاخرت على نزول الفيديو ده، بس كنت حابب اتكلم في شويه حاجات كده. من اهمها ماتش الزمالك وابو سليم اللي هتكلم عليه، وهتكلم فيه كتير جدا، وهقول على حاجات كتير فيه بشكل عام، وهنتكلم شويه بقى عن المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك وايه بقى اللي لازم الزمالك يعمله. خلينا نبدا بقى من الاخر للاول. خلينا نبدا ان الزمالك يا جماعه فعلا محتاج مدرب. طبعا مش عايز اجي على كابتن معتمد، بس الكابتن معتمد خد 15 يوم راحه، ما عملش بيهم اي حاجه خالص، ما طورش ولا جدد ولا عمل اي حاجه. فده اللي يدل على ان انت راجل واقف مكانك، كوبي بيست، اسمه شوي غريب. مفيش اي اختلاف كبير، ما بتجددش، ما بتطورش، ما بتعملش حاجه. فده اللي كان اصلا الزمالك كان بيفكر يجيبه، فدي نفس النسخه. فالموضوع صعب شويه، لازم مدرب اجنبي، لازم مدرب يوفي فرقه على حيلها، بالاضافه والاهم من كمان ان المدرب يجي على الاقل 5 6 لعيبه فعلا تبقى يعني حاجات كده تقيله، لازم تيجي الزمالك عشان تقوم النادي شويه الفتره الجايه. من اسهل البطولات اللي الزمالك داخلها السنه دي هي بطوله الكونفدراليه، يقدر ياخدها مستريحه جدا. 90% من الفرق اللي معاه مريحه، ولا يعني مع احترامي ليها طبعا كلها، بس ايه، معرفتها عن الكوره قليله جدا. فالموضوع مش صعب ومش سهل، وفي نفس الوقت مش كبير على نادي الزمالك انك تقدر تعملها. اهم حاجه زي ما الجمهور قالك في الماتش، فك القيد مهم جدا جدا جدا. لازم الزمالك يفك القيد اللي عليه ويبدا يشوف بقى هجيب لعيبه عامله ازاي، علشان لازم تجيب كواليتي تقيل، ما ينفعش تجيب حاجات من نص الجدول. لان الزمالك بالمنظر ده ولا هياخد حاجه، وهيخرج من بطوله الكونفدراليه، ومش هيوصل حتى مركز تاني ولا تالت حتى في الدوري السنه دي بالمنظر اللي احنا موجودين فيه. عندنا ماتش بكره مع فيوتشر قوي جدا، اعتقد هيبان بقى مستوى لعيبه نادي الزمالك اللي زي ما بقول لك هي فوق مره وتحت مره وفوق مره، بنفضل كده على نفس الريتم ده. لازم كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان وكل المجلس زي ما هم وعدوا ان انت لازم تشيل القيد وتبدا تجيب لعيبه. ده اللي لازم في يناير، لازم جدا 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 جدا، بغض النظر. انا عارف ان المهمه تقيله، وعارف ان الدنيا الشيله تقيله، بس انت قلت ولازم توفي بوعدك. بس ده كل اللي هقدر اقوله في الجزء ده. نرجع بقى لجزء الماتش. الزمالك يا جماعه لعب ماتش مع ابو سليم، مش عايز اقول ماتش حلو، لان هو مش حلو خالص خالص بالمره. الزمالك كان تقريبا مفيش في 10 لعيبه خشب واقف في الارض. بمعنى خشب ايه؟ انت ماسك كوره ومستحوذ واستحواذ كبير جدا في الماتش، والفرقه اللي قدامك اوت اوف بوزيشن، وبتلعب ما بين الخطوط وبتتحرك وبتروح تعمل كل حاجه، بس كل ده سلبي. لعيبه الزمالك مش قادره تعدي فكره انها توصل بقى عند ال 18. اللعيبه بتهنج حرفيا، كل اللعيبه. الوحيد اللي كان يمكن شويه بيتحرك وهو اللي جاب الجون اوباما، يعني يمكن ربنا كافئه في فكره ان هو بيتحرك. كل الكورنرات اللي رحنا بيها ولا لعيب، كله بيروح بيجري خط واحد ان هو يروح يقطع ويروح. ما بحدش فيهم بقى اللي هو بغير مكاني، ببدا اتحرك، ببدا اخلي المدافع اللي معايا يبدا ما يعرفش انا رايح فين وجاي منين. الكلام ده كله ما فيش. كل اللعيبه واقفه، ما فيش اي فكره. كان حتى ده ناتج عن المدرب، ان ما فيش فكره انت عملتها له. الجون اللي جه زي ما قلت لك هو بايلك، الراجل راح قطع، طلع طلع اعلى واحد معهوش حد اصلا، حطها خلصت. بس العيب ان انت بعد ما تجيب الجون، ان الفرقه التانيه هي اللي تضغط عليك، وكانت هتجيب معاك جون، يعني كانت هتجيب جون او اتنين. واحده شالها عواد، والتانيه المسوسي اتزحلق اتقطعت، لولا برضو ان دونجا كان قريب. برضو حابب اشكر دونجا شويه، لان دونجا يعني بيحاول على قد ما يقدر. برضو حابب اشكر عمرو السيسي، لان الراجل عمل شغل حلو قوي في الماتش. كان بيقطع كتير، مع ان هو في اجمالي كل الفيديوهات اللي كنت بقولها كنت بعيب عليه، بس هو النهارده عمل ماتش كويس. يمكن عشان الفرقه اللي قدامه تعبانه، بس معلش اللي جايه احسن. فلازم اتكلم في النقطه دي، ولازم اقول ان الزمالك بي بيدور لعب، عنده اللعيبه اللي ما تقدرش تحرك له اللعب، يعني لعيبه كلها متمركزه في حته واحده. انا هلعب في المربع ده مش هتحرك. كمان لعيبه الزمالك عيبها ان مستواه السنه دي غريب قوي، يعني طالع نازل طالع نازل طالع نازل. انت ماشي على نفس الريتم ده، مفيش فكره ان انت ثبات في المستوى. تلعب ماتش بيراميدز ولا اروع ولا امتع تحركات لعيبه، حتى اللي ما كانت جايه من على الدكه ولا تعرف اي حاجه في اي حاجه بتلعب. تخش الماتش اللي بعده كيرفك نازل قوي، تلعب الماتش اللي بعده تلاقي كيرفك طالع، كيرفك نازل، كيرفك طالع، كيرفك نازل. فالموضوع يا جماعه صعب جدا في الفكره بشكل عام. اللعيبه دي صعب قوي تلعب مع بعض. انت ممكن يكون عندك 2 3 لعيبه منهم مع فرقه فتمام تسند، لكن ما ينفعش يبقى هم وتبني عليهم 3 4 لعيبه، فالموضوع هيبقى صعب. آه عندك برضو غيابات ونقص، واحنا عارفين الموضوع ده، بس المفروض ان انت جايب لعيبه انت دافع فيها مبالغ وبتديها مبالغ. انا مش بعيب عليهم، بس العيب ان انت بتلاعب فرقه ما عندهاش اساسيات كوره بشكل عام. فرقه ضعيفه ضعيفه جدا، ان انت بتروحش عليها ولا كوره غير هي كوره واحده. ده ما يعني في 90 ده مش عارف اقول ايه عليه.
انك ما بتهاجمش، انك انت ما بتضغطش، انت كل اللي انت عامله فعلا انك هحجمهم، او هم سايب يعني هم كمان ضاغطين نفسهم وسايبين نفسهم مدينك الكوره وراجعين ورا عارفين في ال 18 قافلينها، ان انت مش عارف تخترق من العمق ولا ترفع ولا تعمل اي حاجه. الغريب بقى اللي انا ما فهمتوش امبارح يعني الماتش اللي فات اللي برضه اكلمه في حته المدرب، ان انت لعبت 3-5-2 ده بدايه تمام. الفكره بقى اللي انا ما فهمتهاش، انت زودت عدد، ما لعبتش بولا فيرود، وانت طول الشوط الاولاني كروسات من هنا وكروسات من هنا، نيمار بيلعب كروسات والناحيه الثانيه بيلعب على نداي او اللي بيجي من تحت تقريبا عبد الشافي بيلعب كروسات، عمال تلعب كميه كروسات غير طبيعيه. ما فيش ولا فيرود، ما انت ما بتلعبش فيرود، انت بتلعب فيرود وهمي اللي هو بيعمل اللي هو بيحاول برضه بدماغه، بس مش فيش فيرود جنبه. فزيزو مش احسن حاجه في الهيدرز، وشيكابالا ما انت عارفين ما بيطلعش اصلا هيدرز، فطبيعي عندك مشكله ان الناس اللي بتخش ما بتحطش بالهيد، فانت المفروض كنت تلعب بفراوده. فدي ما فهمتهاش الصراحه. بتلعب باتنين في قلب الملعب 6 دونجا والسيسي تمام، بس المفروض ان انت كنت تلعب بحد مركز 8 حد يتحرك، ما تسالنيش بقى ازاي. فالفكره اللي انا ما فهمتهاش دي كانت مجنناني، انك انت بتلعب ب 3-5-2 والمفروض بتلعب على الكروسات ما بتلعبش. طب بتخترق من العمق مش عارف. بدات تلعبها شويه الشوط الاولاني، الشوط الثاني في بدايته لما نزلت سامسون، فكانت الدنيا برضو بطيئه، لعيبتك ما عندهاش الفينش، اللعيبه عندها فيها مشكله في الفينش. تاني حاجه اللعيبه اللي عندك اصلا كلها يا جماعه كواليتي تعبان، يا جماعه مش هنقعد نهري كل مره في الموضوع ده، لازم نغير ونبدا نجيب لعيبه. المنظر ده وحش جدا على نهايه السيزون، مش هتوصل لحاجه. انت المفروض عايز السنه الجايه تبقى اول او تاني عشان تلعب افريقيا، عشان تاخد افريقيا، عشان تروح كاس العالم للانديه اللي هتلعب في 2025. ايه بقى يعني الموضوع هيبقى ماشي ازاي؟ احنا كده رايحين في حته مش بتاعتنا، الزمالك راح في حته مش حتته خالص، في فرق تانية بدأت تسبقك، عندهم بقى ملايين وعندهم قوة شرائية قوية جدا بتنافس الأهلي، الأهلي عنده عشان هو بيجيب وبيكسب، لكن أنت مفيش محلك سر. فلازم نغير الحتة دي. تاني حاجة يا جماعة أنا حابب أتكلم فيها، حتة إن أنت بالدليل على إن أنت عندك شوية إصابات فأنت مش عارف تلعب بحد، فبتحط في نص يعني شوية بتلعب. أنا برضه حمزة المسلوسي مش عايز أجي عليه، راجل والله العظيم بسم الله ما شاء الله بيموت على الكورة، فأنا لازم أديله تحيته، بس ما ينفعش أنت كل شوية تلعبه باك سيرد باك، باك يمين باك شمال، سيرد باك لو هتلعب بثلاثة، مرة تحطه هو في اليمين ومرة تحطه في النص وممكن مرة تحطه في الشمال، فالموضوع صعب شوية يا جماعة على الراجل، انت ما بتثبتلوش حاجة ومفيش حد بيسند جنبه، الاتنين اللي معاه شوارع حرفيا، ده اللي هقدر اقوله، شوارع طبعا بره عبد الشافي، انا ما بتكلمش عبد الشافي، عبد الشافي جاية اصلا من التلاجة عليك يعني، الراجل كان مريح وانت جبته، والراجل اللي معاه بيتصاب والراجل التالت بيتمرقع، ما لهاش غير كده. ف... فبرضه الراجل مش عايز اظلمه، عبد الغني لازم بره، الراجل مش شايف قدامه. فرقة كنت ممكن تشيلها لو معاك فرقتك اللي هي مش هقول لك بقى بتاعت 2020، لو معاك بتاعت 22 السنة اللي فاتت، لو معاك عبد بن شرقي ومعاك امام ومعاك فردتين كده تقال كمان زيادة عليهم، ولا هم نفس الفردتين مع اللي موجود وكان مصطفى فتحي قبل ما يمشي والحاجات دي كلها، كنت والله الفرقة دي مثلا رقعتها 5 مرتاح. فالموضوع يا جماعة صعب شوية، انت بتلعب فرقة ما ملهاش تصنيف، ملهاش اي حاجة، والفرقة اللي جاية بعدها كمان نفس الكلام، والفرقة اللي جاية بعدها نفس الكلام، اللي هو ايه يعني؟ يمكن معاك فرقة واحدة وهنشوف بقى، هتروح ورايحة جاية هتشوف الدنيا رايحة فين. فمجموعتك من اسهل المجموعات انت تصعد منها، فلازم الزمالك يدور على النقطة دي يا جماعة، ما ينفعش انك تصعد بس، لان عيب ان انت كاسمك نادي الزمالك ما تاخدش بطولة زي دي، بطولة سهلة جدا جدا ان الزمالك ياخدها. فلازم نبدأ نفكر في الحتة دي، ولازم ما تقعدش تقول لي انا عايز ادفع مرتبات الناس اللي عندي، لا يا باشا ادفع مرتبات وفي نفس الوقت جيب لعيبة. انت بسم الله ما شاء الله بقى مليان، المفروض نادي الزمالك دلوقتي موجودة قوية جدا انها تجيب لك مع ناس بتدخلك فلوس من بره كرجال اعمال يعني. فلا الموضوع كده يا جدعان صعب، لازم مدرب برضو. فده اللي انا كنت حابب اتكلم عليه النهارده يا جماعه، معلش انا اتاخرت جدا، بس ان شاء الله هنتكلم بقى عن ماتش الاهلي والسموحه اللي بيتلعب دلوقتي، وماتش الزمالك وفيوتشر بكره. هنتكلم على الماتشين باستفاضه، هنتكلم بشكل عام، هوري يعني هنتكلم ونشوف الدنيا كده رايحه فين وجايه منين، وبالذات الزمالك لان الزمالك حاله صعب جدا، شويه فوق شويه تحت. سلام، اشوفوا الشوك على خير، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، فعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير، سلام.